يا ترى مين فيهم اجمل واحده من وجهه نظرك؟ اهو هصغر نفسي اهو عشان تشوف براحتك. كلهم عاجبينك طبعا، صح؟ اللي انت شايفه ده راجل اسمه بريان نجوين، شاب امريكي لا يتخطى ال20 سنه، عمل شويه حاجات في جسمه كده وبقى متحول انسيا، وبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. مش هي دي المشكله بالنسبه لنا، المشكله ان هو دخل مسابقه ملك الجمال امريكا واللي اقيمت يوم الاحد الماضي 6 نوفمبر 2022. ايوه يا فتحي، فين المشكله يا عم؟ عادي يعني. المشكله الاكبر والاعبط واللي تخوفك من اللي جاي ان بريان هو اللي فاز بالمسابقه وحصل على منحه دراسيه، ده غير بقى لقب ملك الجمال امريكا وتاجه مبلغ مالي. ناس كتير اعترضت وقالت ان هو متحول، وفين اصلا اللياقه البدنيه؟ كان ردهم ان المسابقه ملهاش اي علاقه بالمظهر الشخصي. ملك الجمال امريكا متحول جنسيا. عارفين ده بقى معناه ايه؟ الذكي بقى اللي يفهم. فلازم نمنعه من الانتشار ونقلل لايكاتنا ومشاهداتنا للكفار. تقدر تقف على رجل واحدة لمدة 12 سنة من غير ما تتحرك؟ ده انت ما بتستحملش اطلب منك لايك. ديانة التابة الهندوسية واللي بيعتنقوها مجموعة مسميين نفسهم التاباس، عقيدتهم هي التخلي عن الممتلكات المادية، تليفون، سيارة، فلوس، منزل، اي حاجة. واللي بيدخل الديانة دي لازم يعاقب نفسه، ومش اي عقاب. لا 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 عزيزي المستليق، لا، العقاب بيكون عبارة عن دورة مدتها 12 سنة، لا اكتر ولا اقل. منهم اللي بيختار عدم الكلام لمدة 12 سنة، ما بيتكلمش مع اي شخص مهما يحصل. ومنهم اللي بيقف على رجليه بدون ما يتحرك او يمشي لمده 12 سنه، زي الشاب اللي انتم شايفينه ده واسمه راج. والده طرده من البيت فقال لك يتبع طائفه التابه ويعاقب نفسه لمده 12 سنه عشان يمحي كل خطاياه ووالده يرضى عنه. طب لما رجليه بتتعب بيعمل ايه؟ بيرفع رجليه الاتنين وبيريحها على الارجوحه اللي انت شايفها دي، او اي صديق ليه بيدلكها. ازاي قدر يثبت غباء الذكاء الاصطناعي؟ ده الشاب الالماني سيمون ويكرت، راجل فاضي كده ومفيش وراه اي حاجه، حب ان هو يخدع تطبيق خرائط جوجل المرتبط بنظام تحديد المواقع العالمي GPS، فقام بوضع 100 هاتف ذكي في سله واحده، وقام بتشغيل خاصيه GPS في كل الاجهزه، واخدهم وخرج يمشي في كل شوارع المدينه، وده اعطى اشاره على الخريطه ان في 100 سياره ماشيه دفعه واحده. لكن الحكومه وقتها ما كانتش شايفه اي ازمه سير على الكاميرا، ولما الحكومه راحت تتاكد وجدوا صاحبنا المستليق ده بيخدعهم عشان يثبت بس غباء الذكاء الاصطناعي. احنا الشعوب الوحيده واولهم مصر اللي بتاكل لحمه الذبيحه كامله. بناكل المعده وبنقول عليها كرشه، وبناكل الرئتين وبنقول عليها فشه، بناكل البنكرياس وبنقول عليه طحال، بناكل القلب والكبد والمخ وبنقول عليهم حلويات، بناكل الفكين والجبهه والاذن واللسان والانف وبنقول عليهم لحمه راس، بناكل القصبه الهوائيه وبنقول عليها زور، بناكل القفص الصدري وبنقول عليه ريش، بناكل الرجل والركب وبنقول عليها كوارع، انا لسه واكلها النهارده، بناكل الدهن يا ناس وبنقول عليه سمين، بناكل الامعاء الدقيقه ونقطعها قطع ونقول عليها تقاطيع، الامعاء الغليظه بنشيل من جواها حاجات ونحشاها رز ونقول عليها ممبار، بناكل الخصيتين واحنا في غايه السعاده ونقول عليها مخاصر، والبتاع بناكله ونسميه حلالي، الغضاريف بناكل اللي جواها وبنقول عليها نخاع، الديل بناكله وبنقول عليه عكاوي، واي حاجه بتفيض بنفرمها ونضيف عليها حاجات ومحتاجات ولايكات، وبنقول عليها حواوشي وسجق وبسطرمه، الجلد بنطبخه وبنعمله مفرش، ناقص نسجل بقى صوت الحيوان ونعمله نغمه تليفون. ما تستغربش خالص لما تلاقي نفسك تعبان او ابنك تعبان، ده بسبب الاكل المسمم اللي بناكله دايما، زي اللانشون او البيف اللي مكتوب عليه لحم بقري خالص، ده ما فيهوش ريحه اللحمه اصلا، ده عباره عن سقط حيوانات مذبوحه ومفرومه باضافه لشويه بهارات وجيلاتين وعظم دجاج. اما انواع الهمبرجر اللي منتشره في السوق دي عباره عن كوكتيل من البهارات وماده جيلاتينيه بتبقى مبطنه لجلد الحيوانات بعد الذبح. الحلاوه الطحينيه الموجوده في المحلات دي بيكون عليها اكسيد تيتانيوم عشان تاخد اللون بتاعها، واغلبها ما فيش فيها ريحه السمسم اصلا. عصير المانجا الموجود في محلات العصير ده قرع عسل وفواكه مفرومه واغلبها بتكون فاسده. سمك المزارع بياكل دم ومخلفات عمليات الذبح زي الدجاج، ده غير الهرمونات. الجبنه الرومي لا قديمه ولا نيله. الحلويات الشرقيه مش بالسمنه البلدي، دي سمنه صناعي وعليها مكسبات طعم. دجاج المزارع لو اتكلمت عنها محدش هياكلها خالص. علموا اولادكم ان اكل البيض صحي ومفيش انضف منه. الأوغندي ده طلب غريب من رئيسة وزراء إيطاليا.
ده قائد القوات البريه الاوغنديه موهوزي كاينرجابا، وهو ابن الرئيس الاوغندي الحالي يوري موسيفيني. المهم ان موهوزي طلب الزواج من رئيسه الوزراء المقبله واللي اسمها جورجيا ميلوني، وقال ان هو يعطيها مهر 100 بقره من فصيله ناكور، وده لان البقره دي رمز للمحبه في اوغندا. وكتب على تويتر انها لو رفضت عرض الزواج هيغزو ايطاليا ويبيدها بالكامل، لان الرفض هيكون بمثابه اهانه بالنسبه له. بس بعد كام ساعه مسح التغريده اللي كتبها عشان يتجنب اي صدام سياسي. وعلى فكره ما بيهزرش ومصمم ان هو يتزوجها لانها عجباه جدا، بالرغم من انه متزوج وعنده 3 اطفال، وهو دلوقتي منتظر ردها بفارغ الصبر. بصراحه عنده حق، لما دي رئيسه وزراء ايطاليا، امال ملكه الجمال عندهم شكلها عامل ازاي؟ وحياة شنبي اللي بين قوسين ده ماني سايبك. في جمهورية نيبال اللي بتقع في جبال الهيمالايا وتحديدا بين الهند والصين، عندهم عادة سيئة جدا اسمها تشوبات براسة، ودي ممارسة هندوسية قديمة موجودة في النيبال من مئات السنين. والعادة دي هي عزل المرأة الحائض عن طريق نفيها خارج منزلها، لأنهم بيعتبروا المرأة الحائض منبوذة وملوثة وغير نظيفة. البنت هناك أول ما توصل لعمر ال15 وتبدأ تمر بفترة الدورة الشهرية بيبنوا لها كوخ خارج المنزل وتجلس فيه طول الفترة دي. ممكن تروح من نفسها ومحدش يجبرها. ممنوع تروح المعبد او تلمس طعام الاخرين، وممنوع استخدام الميه العامه او مشاركه اي حاجه مع اي شخص. الحكومه في 2010 هدمت كل الاكواخ دي، فبداوا يضعوهم في الحظائر مع الماشيه، والى الان لسه بيحاربوا العاده دي. فالحمد لله على نعمه الاسلام ونعمه العقل. بعد ما اتضرب على راسه ايه اللي حصل له؟ الراجل الهندي ده اسمه شيام الياداف، مزارع وعمره 74 سنه من منطقه سجار الهنديه. المهم ان هو في 2019 اصيب بضربه في الراس، ومن بعدها اصبح في قرن ينمو مكان الضربه واللي وصل طوله 10 سنتيمتر. حاول ان هو يخفيه لفتره طويله لكن بدون فايده، فذهب للمستشفى لاجراء عمليه جراحيه وبالفعل تمت ازاله القرن. ومن بعدها اكتشفوا ان هو مش ورم خبيث، والقرن ده مكون من ماده الكرياتين اللي بيتكون منها الشعر والاظافر. من الاخر كده شعرايه عملاقه او ظافر عملاق، ومع الضربه وتعرضه لاشعه الشمس طلع له القرن ده. وطالما مكون من ماده الكرياتين يمكن ازالته بكل سهوله باستخدام ماكينه حلاقه معقمه. تخيل ده بقى يحب يعمل معاك واجب ويقول لك انت على راسي، يا رب بس الهنود ما يعبدوهاش ويعملوا منه اله. ده بقى لما يحب يلايك كده مثلا.